يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الملء الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل سفرة حلوة قوي للفطار، إن شاء الله تعجبكم وتاخدوا منها فكرة لبكرة. أول حاجة كده جبت كل الخضار اللي عندي زي ما انتوا شايفين، فلفل وبدنجان وقطعته كده وطلعت كمان ليمون، وكمان جبت بطاطس كده غسلتها كويس قوي، هي بطاطس صغيره وقطعتها طرنشات عشان ان شاء الله هنعمل منها وصفتين اجمل من بعض. وجبت بقى عندي كده الفلفل قطعته طرنشات صغيره خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفلفل ده ممكن تحطيه عادي بارد حراق اللي انتوا بتحبوه يعني حطوه، بس هنقطعه صغير، وممكن تطعميه كده بوحدايه بس حراقه لو مش بتحبيها، بتدي تست حلو قوي فيها. بعد كده بقى بجيب شويه زيت صغيرين مش شرط كتير خالص، وبحطهم كده في الطاسه وبسخنهم وبنزل عليهم بالفلفل، على ما الفلفل بقى يتحمر معايا كده من كل الاتجاهات حلو قوي عشان خاطر يطرى معايا ما يفضلش ناشف. هنبدا في الوصفه التانية. الوصفه التانية دي عباره عن ايه؟ ده عندي جلاش، الجلاش ده سيء جدا، ما انصحش اي حد بيه. انصحك ان انت تجيبي الجلاش اللي بيتباع في الافران، بيبقى حلو قوي وجميل وبيقعد معاكي في الفريزر مهما يقعد، مش بيتكسر ولا بيتفرفت ولا اي حاجه. ده مجرد بجبته يعني ما كنتش عارف انه كده لانه كان في التلاجات مجمد جدا، لكن لما جبته هنا وقعد معايا وابتديت ان انا اطلعه لقيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وانا ما حطيتش فوق منه حاجه، بس هو من النوع اللي بيتفرفت. هبدأ بقى ان انا اقطعه كده شرايح رفيعة خالص بالشكل ده، وهفكه كله من بعضه. وهجهز عندي ايه؟ هجهز عندي معلقتين كبار من الزبادي، عليهم بضاية صغيرة جدا، عليهم شوية حليب، عليهم معلقتين كده صغيرين من السمنة البلدي او سمنة عادية او زبدة او سمنة مع زيت، المتوفر عندك هنستخدمه. هنخلط المكونات دي كلها كويس مع بعض، وطبعا الصينية هندهنها كويس قوي من تحت بالسمنة، يفضل يعني سمنة عشان الزيت شوية بيخلي الحاجة تلزق. وعندي هنا بقى في العلبة دي طبعا انا حاطة كده تقريبا يعني معلقتين على كل حاجة، معلقتين، واللبن حوالي كوباية صغيرة من اللي هي بتاعة الشاي. إيه لو انتي ما عندكيش زبادي ممكن عادي نكنسلها ونحط حليب بس. ما عندكيش بيض ممكن برضو نكنسله ما نحطش عادي بيض. احيانا ما بيكونش عندي الحاجات دي وبستخدم الوصفة عادي وبتطلع حلوة برضو. طبعا حطيت عليهم رشة ملح وفلفل عشان البيض وخلطتهم كويس قوي، ونزلت بقى عليهم بنص الكمية على نص الكمية اللي انا حطيتها من الجلاش. وعندي هنا لحمة متعصجة، ما عندكيش لحمة ممكن تستخدمي فراخ، ما عندكيش فراخ ممكن تستخدمي ميكس من الخضار على شوية جبنة. وحطيت رشة جبنة صغيرة وممكن تعملي جبنة بس. طبعا هنا بقى بدل ما نحط راق راق، حتى لو الجلاش عندك سليم ممكن تقطعيه زي كده، بدل ما نحط راق راق ونفضل ندهن بقى زبدة او سمنة، لا قطعيه كده بالشكل ده وحطي كله على بعضه بالشكل ده، بيطلع طعمه حلو قوي وجميل وما بياخدش معاكي وقت ولا حاجة. نزلت بقى بالكمية التانية كده على وشها، وهحط عليها رشة سمنة صغيرة خالص، وهبدأ ادخلها الفرن اهي بالشكل ده. بعد كده بقى عندي هنا الفلفل كندبل بطلعه بقى في الطبق دوت، ولو تفضل زيت بستخدمه هو في نفس الطاسة. بقى الفكرة بقى هنا ان احنا بنستخدم طاسة واحدة او صينية واحدة بنعمل فيها الوصفة كلها من غير بقى حاجات كتير، وكمان مش بنقلي في زيت غزير عشان خاطر الدهون يعني متبقاش كتير. حطيت بقى معلقة زيت تانية على الشوية اللي كانوا موجودين، وهنزل بفصين من التوم. انا هنا رحت اجيب التوم، معرفش اتأخرت ليه، كنت نسيت اطلعه من الفريزر. هحط بقى فصين كده توم صغيرين، ما كترتش من التوم، وهنزل بقى بالصلصه اللي احنا كنا عاملينها وشايلينها في الفريزر او في التلاجة للحاجات اللي هي السريعه دي، الصلصه المركزه اللي انا كنت عاملاها. هبدا بقى انزل بيها كده، بحط شويه صغيرين لانها مركزه اساسا. وهحط بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل او الكمون والكزبره الموجود عندك من الثلاث انواع دول، ممكن تحطيهم كلهم، ممكن تحطي نوعين بس، طبعا الملح اساسي. حطيت بقى شويه ميه لان الطاسه دي كانت كبيره شويه على شويه الحاجات دي. وهبدا انزل بالفلفل وهقلبه، هغطيه واسيبه بقى على النار كده هاديه خالص لحد ما تستوي معايا وتطرى معايا. طبعا لو انت عايزه تحطي معلقه صلصه ممكن، لو انت عايزه اصلا تقطعي الطماطم صغير خالص وتسيبيها تتسبك على النار ما تحطيش صلصه عاديه، تمام عادي برضو. هنا بقى كنت جايبه الكابوتش، ببدا ان انا اقطعه كده بالشكل ده عشان طبعا الاكله دي بتحب الحاجات الخضره اللي زي كده. هقطعه بقى عشان خاطر يبقى سهل معايا في الاكل، وهاخد منه جزء كده بسيط عشان نعمل طبق سلطه حلو. طبعا السلطه اساسي بقى في الاكل اللي زي كده، وكمان لو بنعمل لو بنتبع حميه غذائيه بتكون السلطه حلوه قوي بتبقى مشبعه وكمان مفيده، وبالذات في الصيام يعني ان احنا بنفقد حاجات كده من جسمنا فنتغذى شويه بالسلطه.
هاتي بقى كل الخضار اللي عندك واستخدميه. انا جبت بقى عندي هنا خيار وجزر وطماطم وكزبره والكابوتش، وحطيته وخليته كله مع بعضه. ما بحبش احط لا توم ولا بصل على السلطه، مش بحب الحاجات دي. هعصر بقى ليمون وبحط عليها رشه ملح ومعلقه زيت صغيره جدا، ويفضل لو معلقه زيت زيتون. بعد كده بقى كان عندي جرجير، غسلته ونضفته كويس جدا ونقعته في خل، وبعد كده غسلته وحطيته بالشكل ده. هنا بقى هنطلع ايه، هنطلع الليمون اللي كنت عاملاه معاكم من 3 شهور اظن او اكتر كمان، وقلت لكم ان شاء الله هنستخدمه على رمضان. طعمه طلع جميل جدا زي اللي كنت بجيبه من فتح الله. الحمد لله يعني فعلا استوى على رمضان، لان انا كنت حاطاه اساسا مش مسلوق ولا اي حاجه. طعمه تحفه قوي. هنا كمان كنت عامله فلفل على الليمون اللي انا كنت عاملاه ده، كنت عامله فلفل كده وحطاه برضو استوى معايا وكان طعمه حلو قوي. جربوا جمال الحاجات دي في البيت بجد، بتبقى نظيفه جدا وحلوه قوي وموفره قوي قوي. لو انت جبتي الليمون ده من بره اصلا مش هتلاقيه بالنظافه ولا بالحلاوه دي. هنا بقى بعمل ايه، بعمل القشطه كدابه، اللي هي عباره عن بحط لبن وبحط معلقتين كبار من النشا، وحطيت لبن بودره وسكر وكريم شانتيه. بحب اطعم كده الحاجه، بحب اديها كده الطعم التست بتاعها الحلو. لو مش متوفر عندك الحاجات دي حطي اللبن والنشا والسكر ورشه فانيليا مش اكتر. مش ما عندكيش لبن بودره او اللي هو الكريم شانتيه ما تحطوش عادي. طبعا بفضل اقلب على النار كويس قوي ولحد ما تتقل معايا، بعد كده بسيبها تبرد. هنا بقى الكنافه مجرد ما بطلعها من الفريزر طبعا بتبقى متفتته معايا بالشكل ده، بس دي كانت محتاجه كده تكه كمان، لان مفروض الكيس ده انا كنت شايلاه اللي هو هعملها صوابع يعني، بس اتكسرت معايا كلها. بعد كده حطيت عليها رشه معلقتين من السكر حلوين كده، ونزلت بالسمنه، وهحط كمان شويه من الشربات اللي احنا عاملينه. بيدي بقى طعم حلو وكمان بيخليها تتماسك مع بعضيها. هبدأ بقى اغلفها كلها كده مع بعضيها، وبعد كده بقى نزلت بالصينيه، حطيت نصها في الصينيه من تحت وضغطت عليها كويس قوي، وعملت لها كمان حروف عشان خاطر الكريمه اللي احنا حطيناها في النص ديت ما تطلعش بقى وتتحرق معانا. وبعد كده هنزل بالكميه التانية. طبعا في المرحله دي الفرن سخن، لو انت عايزه تعمليها على عين البوتاجاز مفيش مشكله خالص، هتهدي النار خالص وهتحطيها. وطبعا لما تعمليها هتقلبيها على الوش التاني ترجعيها تاني في الصينيه، وممكن تدهني في المره التانية حاجه بسيطه كده من السمن. بعد كده بقى جبت كانتالوب، وما انصحش اي حد يجيب اي فاكهه من اللي طالعه الايام ديت خالص ويستخدمها، لانها بجد طلعت وحشه جدا ومضره وبتبهدل الاطفال. قطعته كده وخليته بالشكل ده وركنته عشان بحب الاولاد ياكلوه عندي بالشوكه يبقى سهل معاهم. هنا بقى جبت البطاطس حمرت نصها، والنص التاني اخدته هرسته بالشكل ده وحطيت عليه فصين من الثوم وكمان فلفلايه كده خضره، وهحط شويه زيت وهحط كمون وكزبره وملح، وهقلب بقى الحاجات دي مع بعض كده وهسيبها تستوي. بيبقى طعمها تحفه بجد، بيبقى طعمها حلو قوي قوي، وريحتها بتبقى عامله زي الكبده كده لما بتطلع الريحه بتاعتها. هقلبها بقى كويس قوي، والثوم كمان هقلبه كويس عشان ما يبقاش باين. ولو عندك الثوم فريش طبعا بيبقى احلى واحلى يعني، بس انا ما كانش عندي توم. لسه ما جبتش توم على فكره. التوم طلع، ممكن لو حد بقى عايز يجيب ويخزن زي ما احنا بنعمل في الفريزر، بس انا ممكن اجيب بس اشيل كده ايه كميه بسيطه للاستخدام في الاكلات الفريش اللي زي كده. هنا بقى كان خلاص المغرب خلاص بيأذن، المفروض ان انا اتأخرت، فقليت بقى البنجان والفلفل وكده كانت السفرة معايا جهزت، وكمان الجلاش معايا كان استوى. بس طلعته بقى كل الحاجات كده على السفرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والشطة معايا تمام والجرجير. ودي بقى فكرة من افكار الفطار بجد. الاكلة دي حلوة قوي ومشبعة وجميلة وبتأكل اكتر من الحاجات التانية. وكمان يعني الجلاش معانا وصفة حلوة قوي، ممكن تعمليها جنب حاجات تانية لو انتي مش حابة الحاجات اللي انا عاملاها دي. بعد كده بقى هنقدم الكنافة، كانت طلعت معايا خلاص. طبعا الكنافه لو انت عايزاها طريه بتحطي الشربات خفيف وبتغطيها فبتطرى معاكي، لكن لو عايزاها ناشفه بتحطي الشربات يكون تقيل وبتسيبيها مكشوفه للهواء فبتبقى معاكي مقرمشه. طبعا الشربات الخفيف بيبقى مثلا كوبايتين السكر عليهم 4 كوبايات ميه او 3 كوبايات ميه، اما التقيل بيبقى كوبايتين السكر عليهم كوبايه واحده ميه او كوبايه الا ربع كمان، وعصره الليمونه وبتسيبيها على النار. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك.